صافينا الخوت، هما العقوبات حتى اللي عاد لاحوهم. الاغلبيه ديالكم غيكونوا قراو شنو هما العقوبات. الملخص ديال هادشي كامل، اي تظاهره افريقيه نحن مقاطعون، لانهم هاد الناس هادو داروا فينا ما بغاو. وسير انت يا بني وخسر الملايين ويجيبوا الزبال يخرب لك الحفل ديالك. هاد العقوبات شكون اللي غيتسوق لهم في العالم دابا؟ مدرب. اي مدرب دابا فيما طلع الفينال مع اي منتخب الا ما داش الكاس غادي يخرج ويدير لك الفضيحه. وهانيه 5 ديال المباريات ما فيها حتى شي مشكل. 300,000 يتبكي على ما عاوتاني، وحق ربي تا مهزله ديال بصح. دابا الكره بيديكم نتوما المغاربه، ها هو كاس العالم، كاس افريقيا للسيدات، مقاطعون. تحياتي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حاولت تعترض على ما اعتبرته خروقات من الطرف السنغالي، ولكن الكاف رفضت الاعتراض واغلقت الملف نهائيا. في الخلاصة خسرنا الكاس كرويا وخسرناه كتابيا. في الاخير السنغال غيبقاو هما ابطال افريقيا، والشيء اللي دار المدرب ديالهم واللاعبين غادي تسجل مع مرور الوقت كتصرف بطولي. اما اللي وقع علينا حنا من جانب المنتخب المغربي من مدرب ولاعبين ومسؤولين فغيبقى وصمة عار. خسارة داخل الدار قدام 65,000 متفرج، ضيع حلم 40 مليون مغربي. الاتحاد الافريقي يصدر قراراته في منتصف الليل بعد ما تاكد من الناس كلها نامت. الاتحاد الافريقي قال 48 ساعه والقرارات تصدر، عقوبات قاسيه. انتوا فكرتوني في فيلم عادل امام في الاخر لما عمل يا وحش. هو ده الاتحاد الافريقي اللي عمله النهارده. كلنا طلعنا بسقف الطموحات واراهن ان ولا مغربي قال انا عايز الكاس، ولكن تبقى بطوله بيضاء، توثيق العداله علشان البطولات اللي جايه. ما انا لو حصل كده اهدد واضرب وانزل واكسر، وفي الاخر عقوبه ماليه. بواحد خرب المباراه النهائيه، بوظ العرس الافريقي امام العالم كله. بسببه الجمهور نزل ارض الملعب وبدا يتعدى على الامن، وفي ناس مصابه راحت المستشفى. وفي الاخر ده $100,000 وده $100,000. ده 5 مباريات افريقيا فقط، يعني هيلعب معاهم بطوله افريقيا وهيلعب معاهم كاس العالم. لما ياخد 10 مليون ويتخصم منه مليون يبقى واخد $9 مليون، وواخد الكاس. يا سعده يا هناه بالهمج اللي عمله ده. لا مش كده وبس، ده عاقب الجامعه المغربيه ب $300,000، عاقب اشرف حكيمي كمان بايقافه مباراتين، واحده مع ايقاف التنفيذ والثانيه مع ايقاف هيتم تنفيذها. السبر 3 مباريات. كوارث وفضايح الاتحاد الافريقي وفرمان من فوز الارجع. الملف برمته على محكمه التاس، لان الاتحاد الافريقي كان سحب اللقب ما سحبش اللقب. الكلمه النهائيه هتكون لمحكمه التاس، وانا اثق وبالعشره ان فوز الارجع مش عايزين الكاس، ولكن على الاقل سحب اللقب. لان اللقب انتوا عارفينه خد ازاي، لان تقرير الحكم قال ان السنغال انسحب. نادتهم مره واثنين وثلاثه والبطوله انتهت، ولكن كمل المباراه علشان الشغب. الملعب اللي كان مولع نار، لا وهو كل دوت مفيش مشكله. تمخض الجبل فولد فأرا. هذه خلاصة العقوبات اللي نزلها الاتحاد الافريقي على المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي في نهائي كأس افريقيا المثير للجدل. وان الاتحاد هذايا ماهوش بالطريقه هذه ماناش باش نصلحوا الكره الافريقيه، ولا باش نحاولوا نعملوا كأس افريقيا احسن من اللي فاتت. يعني عقوبات بالنسبه لي انا السنغال تستحق اكثر. باش نبدا واضح معكم، السنغال تستحق الاكثر وما كناش ننتظر العقوبات هذه. لكن بصراحه والتوقيت اللي هبطوا فيها الساعتين نتاع الصباح، يعني الناس راقده وهما معليش ما نجموش يصبروا للصباح ويهبطوا قرار يعني كما الناس الكل. لا ساعتين نتاع الليل مش مشكله يا خويا، لكن القرارات والعقوبات ما عندها حتى معنى وما عندها حتى قيمه وما عندها ما تصلح في كاس افريقيا ولا في الكره الافريقيه. للاسف الشديد الاتحاد الافريقي هذا اتحاد ضعيف وسيبقى ضعيف، وستبقى الفوضى الى ابد الابدين في افريقيا للاسف. يعني المسيح الدجال لما هيطلع من الكاف، هو مقره الكاف خلاص انهى موضوع النهائي في افريقيا ما بين المغرب والسنغال. قال لك ايه بقى؟ ايقاف مدرب السنغال 5 ماتشات. اقسم بالله العظيم اللي يستنى ان هو الكاف ينصفه هو اللي غلطان. لا كوب دافريك وفي النهار لا فينال ما بغاش يتسرط النار، وكاينه العداله السماويه اللي كتفرج بالعقل ماشي بالقلب، كتعرف بان داكشي كان مصاوب. لقيت هذاك القرار جاب الله ناس وسيري الكاف الله يلقينك في هذا النهار. الكاف كتضحك على المغرب، عقوبات على المنتخب السنغالي مازال. هاد العقوبات اللي دارت الكاف والله العظيم الى اهانه. مشات الكاف انا ما فهمتهاش، كنا كنتسناو فاش خرج عقوبات للسنغال ولاش بخرج لينا حنا عقوبات.